أيها الأحباب، قضى الله وقدر أن كل إنسان في هذه الحياة لا بد أن يقاسي الصعاب، وقد خلقنا الله جل وعلا في كبد، بل وأقسم الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أقسم بالبلد ووالد وما ولد، أن الإنسان لا بد في الحياة أن يذوق القصص، ولا بد من الهم والغم، فما حلت إلا أوحلت. ولذلك الذي يبحث عن دار لا شقاء ولا عناء لا بد أن يبحث عن موقعها عند رب العالمين في جنات النعيم. هذه الدار شاء الله ألا يصفو فيها عيش، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. وبعضنا أيها الأحباب الهموم والديون والأمراض والأسقام في الحياة يستقبلها وهو مبتسم، وهو منشرح الصدر، راض على قضاء الله، يعلم أن هذه هي الفانية وأن تلك هي الباقية، يعلم أنه ما خلق في الدنيا إلا ليمشي إلى الآخرة، وما غروب الشمس إلا لأن الدنيا سيغرب شمسها يوما من الأيام. اللي فاهم الدنيا كما يجب هو السعيد في الدنيا. أما الذي كلما ضاقت به ضجر وتذمر وزمجر واكفهر وارتفع الصوت، ودائما يتحدث عن الدنيا بأزماتها وهمومها ومصائبها، نقول: أنت قد أخطأت المسير. أنت في الدنيا لا يصفو في الدنيا مشرب، ولا يمكن أن تستقيم الحياة، لأن الله شاء للدنيا أن تلعن. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ومعظم المكروبين والمكتئبين والمغمومين ما فهموا الدنيا على حقيقتها. هذه الدار قال الله عنها أنها له ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر، وشبهها بالزرع الذي يعجبك خضاره ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ولذلك أيها الأحباب أسعدنا وهو اللي فهم الدنيا على حقيقتها فاستعذب الآلام فيها. وانظر إلى حياة محمد عليه الصلاة والسلام، جاع فيها، ما سكن القصور، مات أبناؤه الستة قبله، ولم يبق من أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها. أخرج من وطنه، عذب أصحابه، قتل عمه، هاجر أصحابه، دنيا العناء كلها. لكن الحبيب كان في الدنيا منشرح الصدر، لأنه يعرف الدنيا وأن الله لا يرضاها أن تكون لأوليائه جزاء. نعم، ولذلك وهو على فراش الموت عندما خير أن يمد في أجله أو أن ينتقل إلى لقاء ربه قال: بل الرفيق الأعلى. شيب كثير من الناس وأتاه الأمراض والاكتئاب، وكله من هموم الدنيا. يقول: يا شيخ ديون وعيال ما يطيعون وفينا أمراض وفينا. هذا حال الدنيا، فاحتسب آلامها حتى تلقى الله جل وعلا. عبد الله بن الإمام أحمد عندما رأى والده في عناء قال: أبتاه متى الراحة؟ قال: الراحة عندما نودع جسر جهنم خلف ظهورنا ونستقبل ونخطو أول خطوة إلى جنات النعيم. الراحة هناك. واللي يبحث عن الراحة في غير لقاء الله وفي غير طاعة الله مسكين. نقول له مسكين، الرقم غلط. ولذلك الدنيا لابد إذا حلت أنت من الذي ما قبر غال؟ اليوم معنا من مات رحمه الله رحمة واسعة، رجل وامرأة، أسأل الله أن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنات، اللهم آمين. ذهبوا وسيذهب الذين عزوهم، سنعزي أولئك، وسيعزى فينا بعد أعوام أو أيام أو ساعات. ما فيه دنيا كاملة. الموت سيلحق كل نعمة، وإذا ذكرت الموت تكدر كثير من صفو الحياة، ولا بد يتكدر إلا عباد الله المتقين، فإنهم يحبون لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاء